ازيكم يا حبايب قلبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. قبل اي حاجة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل بقى النهاردة مع بعض كشري فول او رز بفول بطريقة حلوة جدا جدا، ولو جربتيه مش هتبطلي تعمليه. جميل جدا. تعالوا بقى مع بعض نشوف الطريقة. هنا بقى معايا الرز غسلاه ومصفيه كويس، وده توم، دي بصلاية، وشوية فول كده صغننين. بس يوسف بصراحة يا جماعة كل الفول، انا مش عايزة اقول لكم يعني. تعالوا بقى نروح نعمله. هنا بقى الحلة سخنة، هحط فيها حبة زيت كده. احب اشكر كل حبايب قلبي اللي داخلين لي جداد، ما تحرمش منكم ابدا. وبقى قبل ما تتفرجوا على الفيديو كده تكملوه، انزلوا حطوا له لايك واشتركوا لي في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني يا حبايبي. انزل بقى بالبصلايه كده. البصلايه كده هتحمريها خالص اكنك ايه بتعملي رز صياديه. تغمقي البصله خالص. حط لها برضك ايه يعني نص معلقه ملح كده عشان تتبل البصله، تخليها اللي تحمر معانا بسرعه. افضلي بقى قلبي فيها كده، انا هفصل بس افضلي قلبي فيها كتير عشان تبقى كلها كده لون واحد. انا ممكن تلاقي هنا يعني ايه واحده بعد واحده كده، يعني واحده فاتحه وواحده غامقه، لان انا سبتها ايه لحد كنت قاعده يعني معايا وكده، فهديت عليها النار وسبتها ورجعت لها تاني بعد دقيقتين بالظبط. سديت عليها النار خالص. فانتي ما تسيبهاش، خلي ايدك كده فيها على طول. وحطيت الفول، اشوح الفول فيها شويه. لازم الحركه دي اللي هي تشوحي الفول شويه. احط له بقى رشه كمون كده ورشه فلفل اسمر. هظبط برضك ملحه دلوقتي. رشه الفلفل الاسمر والكمون برضك بتديلها طعم حلو للرز كده. تشوحي بقى فيه كده. تفضلي شوحي في البصله كده مع الفول. هو انا ليه سايبه كل التقليب ده؟ حطي ميه بقى يا حنين، حطي ميه. انا كنت بظبط برضك الملح. انا سايبه لكم المده اللي وقت تشوحي فيها الفول. تشوحها شويه حلوين كده بيدي طعم حلو يعني. حط لها بقى كده كوبايه ميه حلوه. مش كوبايه يا جماعه، طبق. حطيت طبق ميه مش كوبايه. حط كمان واحد. في ناس بيعملوا الرز الفول دوت او الكشري فول بيعملوه احمر. بس جربوه بالطريقه ديت هيعجبكم بصراحه، والله طعمه حلو جدا. انا عمري ما عملته احمر، لكن جربوه كده بالطريقه دي ان شاء الله يعجبكم باذن الله. وطبعا كل واحد وله طريقه وكل واحد بيتعود على اكله كده. انا بقى كان الفول استوى، انا حسبته كده شويه لحد ما استوى كله في بعضه. قمت بقى حاطه الرز. هقلبه كده عشان ما يبقاش الفول تحت والبصل والرز فوق. فهقلبهم كده كلهم في بعض الاول، عشان يبقى كله يعني كله محطوط في قلب رز وفول وكده. الفيديو ده يا جماعه معايا بقالي كام يوم، وكل ما منتجه كده وهنزله
افتكر ان انا ما اتكلمتش، ما سجلت الصوت وكده، اقول كل يوم اقول هنزله بكره كده. افتكر ان انا ما اتكلمتش فيه خالص، منتجت بس لسه ما سجلتش عليه صوت. باذن الله ينزل بقى بكره باذن الله. كنت بظبط بقى الميه عشان اسيبه بقى يستوي كده مع نفسه. كنت مظبطه ملح وكل حاجه، ما كانش ناقصه ملح ولا اي حاجه، كان ظبطته يعني. هغطي عليه بقى كده واسيبه يتشرب مع نفسه، وتعالوا نعمل الخطوه التانية بتاعته. هنا بقى بطاسه، بعيدا عن شكل الطاسه الجميله ديت نحط حبه زيت. كنت بشوفه كده اتشرب ولا لا. بصي، هو الرز يعني نشف خالص اتشرب، قبل ما تقلبيه وتحطي فيه المعلقه تعملي الطشه بتاعه التوم دي وتحطها عليه. اول تقليبه اصلا له بيكون بعد ما تحطي الطشه اللي هي بتاعه التوم دي، والطشه بتاعه التوم دي بقى هي اللي بتديله اصلا الطعم بتاعه. التوم دوت هنعمل بيه حاجه تانية الوقت هتشوفوها برضو. تشوحيه بقى كده لونه بقى حلو. يعني ما كنتش قلبته ولا عملت فيه حاجه خالص لحد ما حطيت التوم بقى، هقلبه كله في بعضه واسيبه بقى مع نفسه. ما عدتش بقى تقلبيه تاني وتسيبيه بقى كده على نار هاديه خالص، عشان الفول كمان مش يتهري فيه. مش عارفه ليه الحله اللي استانلس ديت، انا اول مره استخدمها، فحاسه الايد بتاعتها بتسخن قوي. مش عارفه ليه كده بقى. هنا التوم اللي انا سبته الباقي هعمل بيه بقى طماطم مخلله تحفه تحفه تحفه. ما بعرفش اكل الكشري الفول ده لما لازم يكون جنبه الطماطم دي. حطيت معلقه كمون، واحط برضك ملح. هنا الطماطم مفتحه كده، حطيت ملح برضك، واحط بتاع دوت اسمه إيه، اللهم صل على النبي، معلقه خل. ممكن برضك تعملي الخلطه اللي انا عملتها ديت وانت بتفرمي الثوم تحطي مع قرن فلفل برضه بتبقى حلوه. الطماطم دي يا جماعه بتبقى فظيعه فظيعه فظيعه، وبتبقى منزله كده صوص منها بتحطيه على الكشري، بتبقى تحفه بصراحه. نفتحها كده بقى هحشيها كلها كده. لو هتعملي الرز الفول كده، كشري الفول هتعملي كده، اعملي جنبه الطماطم دي خطيره والله. يا صحي يا صحي. يعني انا بسجل الصوت ده عشان يبقى نايم والوقت صحيلي. اسجل يا جماعه الفيديو امتى كده، عرفونا والنبي. ربنا يهديهم لي يا رب، ويخلي لكم عيالكم ويهديهم لكم، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، امين يا رب العالمين. هنا بقى بعد ما عملته كنت حمرت بطاطس وعملت بيض جنبه، وحمرت بيض كمان. شايفين بقى الرز مفلفل وجميل ازاي. لو عجبكم الطريقه يا حبايب قلبي، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني يا حبايب قلبي. اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.